ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ واضح كده يا عزيزي المشاهد لو كنت فاكر ان انت خلصت من الخوازيق في الجولات اللي فاتت، واضح لسه ان عندنا خوازيق في الجوله اللي جايه، خصوصا بعد ما يعلن ارتيتا عن ان موقف ديفيد رايا لغايه دلوقتي لسه مش واضح وهيتم تحديده بعد 24 ساعه. قال ايه؟ هنشوف الراجل هيكون جاهز ولا لا. سيبك من كده، حتى ايدي هاو اعلن في المؤتمر الصحفي ان ايزاك لسه بيعاني من الاصابه اللي كان بيعاني فيها، اللي هو كانت عباره عن كسر في صباع رجله، وانه ما زال لغايه دلوقتي بيتلقى العلاج ليها، ومساله مشاركته في محل شك. تقف الموضوع عند كده؟ لا، جوارديولا يعلن عن الناحيه الثانيه ان موسم رودري انتهى خلاص، سبب ان الراجل عمل عمليه في رجله بسبب قطع في الرباط الصليبي. ايه فتيجي على قد كده؟ ده كمان اعلن غياب كيفن دي بروين، الراجل هيغيب عن المباراه للاصابه. وده عندك الان من كده وكده، الناس كلها اللي راحت باعت محمد صلاح عشان تعرف تجيب معاها ساكا في التشكيلات بتاعتها، يطلع جاري اونيل مدرب ولفرهامبتون النهارده ويعلن عن غياب عدد لا باس به من اللاعبين بسبب اصابتهم بالفيروس. تقريبا بشكل رسمي تم تاكيد غياب جواو بيدرو الجوله القادمه من قدام فرقه تشيلسي، الراجل المهاجم البرازيلي اللي ما عرفناش نستفيد منه باي حاجه، طبعا بسبب اصابته اللي اتجددت عليه بعد مباراه مع نوتنجهام. طبعا بقى بالحاجات اللي حكيتها لك دي كلها عزيزي المشاهد تخليك قاعد قدام تشكيلتك محتار، ما انتش عارف تعمل فيها ايه. عايز تعرف تعمل ايه؟ هقول، بس قبل ما اقول لك فوق وصحصح وركز معايا وكمل معايا الحلقه الاخيره، ويلا بينا. اهلا بكم جميع مشاهدي ومتابعي قناه برنامج البوش، واهلا وسهلا بكم معاكم في حلقه جديده من حلقات برنامج فانسي بريمير ليج، وحلقه استعداداتنا ونصايحنا وتوقعاتنا للجوله السادسه. يا رب اجعل كلامنا خفيف عليها يا رب، وكفايه خوازيق عشان انا جتتي ورمت. ان شاء الله في حلقتنا النهارده هنتكلم عن اهم النصايح سريعا كده، وعن توقعاتنا للمباريات طبعا، ونشوف نتائج المباريات دي هتوصل لفين، مين هيتعادل مين هيخسر، وابرز الاحداث اللي ممكن تحصل في الماتشات ديت. وطبعا الفقره الاخيره المحببه الى قلبي وهي فقره الفايس كابتن. خلاص ما انا قلت لك من هنا ورايح لغايه نهايه الموسم هنسميها فقره الفايس كابتن. انت مش عارف هتكابتن مين من دلوقتي لغايه نهايه الموسم؟ عمي وعم عيالي طبعا اللينج هالاند. ولكن بالرغم من كده برضه عندنا اوبشنات كتيره للكابتنه الجوله ديت، لو حبيت تتجنن في حالك واخدت حبيتين الشجاعه وقررت الكابتن حد تاني غير هالاند. بس يا معلم قبل ما اتكلم قبل ما اقول اي حاجه، كام دعم ليا واشترك معايا في القناه لو لسه ما اشتركتش معايا لغايه دلوقتي. هتلاقي زي محطات مكتوب لي سبسكرايب، سالت فعلوا جنبك السبايات برضه سالت فعلوا للكل عشان اول ما حلقه جديده تجيلك على طول. ولا تخش يا باشا المتين بتاعك ما تنساوش، ده بيساعد الحلقه والقناه تكبر تنتشر توصل اكبر متابعين. طبعا اكونتنا على السوشيال ميديا مش محتاج افكرك، فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك موجود في كل حته. خش اشترك معانا اعمل لكم في الاكونتات ديت عشان دايما تبقى متابعني كل جديد. والدوري بتاعنا دوري قوي تطيع وليس للضعفاء، لا البكرايف ومش مستحمل اي خوازيق. ما تشتركش معانا، كود لينك اشتراك بتاع الدوري ده موجود في الديسكربشن في صندوق الوصف تحت الفيديو. برضه عندك كود لينك اشتراك بتاع الدوري الثاني، اللعبه الثانيه فانسي تشالنج او تحدي الفانتزي، برضه موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو. لو قد التحدي خش اشترك وريني نفسك. نبدا مع بعض سريعا عزيزي المشاهد، وهي فقره اهم 10 نصائح نقدر نستعد بيها للجوله السادسه. طبعا النصيحه الاولانيه والمبدئيه اللي لازم تحطها حلقه في ودانك، يا ريت ما تكونش استعجلت وبعت اي حد، اصبر لغايه المؤتمر الصحفيه كلها ما تخلص وتقرر بعد كده في الاخر، ونشوف صور التدريبات ناوي تبيع مين وتجيب مين. الا بقى انت لو كنت بقى متكيف من الخوازيق وحابب تتخزوق بدري. اما النصيحه الثانيه عندنا عزيزي المشاهد، وهي ديت الحيره اللي واقعه فيها كل الناس اللي بتفعل الوايلد كارد دلوقتي، هل ابيع محمد صلاح عشان اروح اجيب ساكا ولا لا؟ خلينا اكون صريح معاك عزيزي المشاهد، طبعا بعد الانباء الكتيره اللي اتقالت عن غيابات في صفوف طبعا فرقه ولفرهامبتون، وبعد اصابه موسكيرا بالرباط الصليبي، فبقى فكره ان انت تبيع محمد صلاح عشان تروح تجيب ساكا زي ما انا عملت بقى فكره فيها خطر جدا. مهما كان محمد صلاح سنه عامل ازاي، مهما كان بيضيع وعامل ازاي، الا ان اكيد هيلاقي له فرصه في ماتش طبعا ولفرهامبتون بالغيابات والاصابات اللي هو فيها. غير كده وكده الجنب حتى اللي بيلعب فيه آية نور اللي هيلعب فيه على محمد صلاح بغياب آية نور عن التدريبات لغايه دلوقتي، وطبعا في اشاعات طلعت بالكلام ده والله اعلم هي صحيح ولا لا، ولكن محمد صلاح ممكن من الجنب ده يأدي جدا. لكن بقى هو السؤال بقى الاهم عزيزي المشاهد، وانا لو بعت ساكا وجبت، وانا جايبه عشان الجوله دي بس ولا عشان كام جوله جايين؟ اكيد طبعا عزيزي المشاهد جايبه عشان كذا جوله، حوالي 3 جولات ورا بعض. فكره ان انا ابيع محمد صلاح علشان اروح اجيب ساكا شايفها كويسه
كويسه بس على المدى الطويل، على مدى 3 جولات احتمال كبير محمد صلاح الجوله دي تجيب اكتر من ساكا عادي جدا، ولكن على مدار 3 جولات ممكن مجموع النقط اللي يجيبها ساكا تبقى اعلى من اللي هيجيبها محمد صلاح. خصوصا الماتشين التانيين غير الماتش بتاع بكره بتاع وولفرهامبتون نقدر نقول عليها ماتشات مش سهله جدا. فانت لو شخصيا سالتني هل ربحانه ان انا ابيع محمد صلاح واجيب ساكا على المدى الطويل في ال3 جولات ينفعني؟ هقول لك اه طبعا ينفع، ولكن طبعا ده ما يمنعش ان ممكن برضو يكون في شويه قلق من جنب ساكا. ناس كتيره قاعده قلقانه طبعا ان ساكا ممكن يتبدل ما بين الشوطين، ما يكملش المباراه كلها، خصوصا بعد ما لعب 70 دقيقه في الكاس. خوفك طبعا مشروع عزيزي المشاهد، ولكن برضو لاحظ عندي حاجتين. ساكا ماتش السيتي ما لعبش فيها غير 45 دقيقه، فكان منطقي انه يلعب 70 دقيقه في الكاس. طبعا لو حطيت 45 منهم في ماتش السيتي اللي كان ممكن يكمل فيها الماتش لنهايته، فيعني المفروض في ماتش الكاس تقريبا حاول يلعب 20 دقيقه تقريبا. فقلق من موضوع الكاس انا شايف ان ساكا لا ما فيهوش مشكله خالص. هل ممكن ساكا يخرج ما بين الشوطين، يخرج قبل ما يكمل المباراه؟ وارد، بس ما تنساش عزيزي المشاهد ما هو برضه ساكا ده بيعوض جزء كبير من غياب اوديجارد. الراجل طبعا اللي فيه انباء كويسه طلعت عنه ان هو الراجل مده غيابه مش حطوه زي ما احنا كنا متخيلين، ولكن اقدر اقول لك بنسبه كبيره ان شاء الله ساكا هيشارك حبه حلوين في الماتش بتاعهم قدام ليستر سيتي. نيجي بقى للنصيحه الثالثه عزيزي المشاهد، حاول ان الجوله دي بالذات وخصوصا وانت بتفعل الوايلد كارد، واحنا اتكلمنا عن افضل تشكيله للوايلد كارد، ان انت تلعب بطريقه 3-4-3. بص خلاص بما لا داعي مجال للشك بعد الكام جوله اللي شفناهم ان هم البريمو اللي هياكلوا البونص هم المهاجمين. انت عندك هالاند في الماتش قدام ارسنال ما جابش غير جون واحد وما عملش حاجه طول المباراه وخد 3 بونص عادي جدا. فوش 3 مهاجمين بعد كده خلاص الموضوع انتهى، ما عادش محتاج تفكير. 3-4-3 انتهى الموضوع. واختياراتك على مستوى المدافعين، لو هتجيب مدافع معاك في التشكيله بتاعتك هاته ان هو يكون بيجيب اتاك روتينز قدام. بس فكره تلعب على ان هو يطلع كلين شيت ويجيب لك بونص ما عادش موجوده برضه. انت مكافئتك من ورا اي مدافع ان انت تجيبه ونعمل لك حاجه قدام، غير كده مش هتستناش حاجه، ما تستناش اي بونص. وبالذكر طبعا عزيزي المشاهد النصيحه اللي بعد كده، بما ان احنا اتكلمنا ان لازم نلعب ب3 مهاجمين في التشكيله بتاعتنا، يجي هنا السؤال الاهم، مين هم ال3 مهاجمين؟ طبعا اولهم اللي راكن مكانه وحاجز مكانه على جنبه ما حدش يقدر نيجي ناحيته وهو الايرلينج هالاند. يتبقى السؤال الثاني عند عزيزي المشاهد، المكانين التانيين المهاجمين التانيين مين؟ خصوصا ان احنا عندنا كميه مهاجمين متالقين قوي الموسم ده. خليني عزيزي المشاهد اقول لك كده، اول مهاجم يكون معاك في التشكيله بتاعتك بعد الايرلينج هالاند ولازم يكون معاك في تشكيلتك من دلوقتي لغايه نهايه الموسم هو اولي واتكنز عزيزي المشاهد مهاجم استون فيلا. طول ما في واحد اسمه دوران قاعد له على الدكه كل ما ينزل يسجل، ده بيخلي واتكنز طبعا يشتغل ويبقى قاعد كده هيغلي وهيموت في نفسه، بقى جازز على نفسه وعايز يقطع نفسه في الملعب. طبعا اوناي ايمري صايع، ده حافز ممتاز جدا لواتكنز، وطبعا مش محتاجه كلام، بيلعب الجوله ديت قدام ابسويتش تاون عادي جدا تلاقيه طالع لك بهاتريك عادي مفيش مشكله. نيجي بقى للمركز الثالث او المهاجم الثالث اللي هيكون في تشكيلته، وهنا في ناس كتيره محتاره فيها، تجيب معاها مين؟ كاي هافرتز من فرقه ارسنال ولا جاكسون من فرقه تشيلسي؟ خليني اقول لك عزيزي المشاهد، بالرغم من الفتره الاخيره والتالق الكبير اللي كان فيه جاكسون وارقامه بصراحه الهجوميه اتحسنت بشكل كبير الفتره الاخيره، لاني لما اجي ابص على كاي هافرتز عنده ماتشين على ارضه وسط جماهيره، ده يخليه اوبشن ممتاز جدا ليا، وده لسببين عزيزي المشاهد. اولا انا مش ضامن ديفيد راي هيكون اساسي ولا لا، وطبعا ده عامل مهم جدا في مساله الكلين شيت. فقلب الضعيف لا يحتمل اروح اجيب 2 مدافعين عندي من فرقه ارسنال يلبسوا جون اروح انا فيها. فللامان خليني العب ب2 مهاجمين احسن من فرقه ارسنال، احسن ما العب ب2 مدافعين. اما بقى النقطه الثانيه اللي عايز اكلمك فيها، كاي هافرتز على ارضه ووسط جماهيره دايما بيطلع باتاك الريتيرن، دايما بتلاقيه جايب نقط، وانا عايز اكتر من كده ايه؟ كفايه الراجل كمان بيلعب 90 دقيقه على عكس جاكسون اللي ممكن يتبدل في اي لحظه ويطلع ممكن قبل الدقيقه 60 واروح انا برضو فيها. عشان كده عزيزي المشاهد لو بتسالني عن افضل خط هجوم هيكون موجود عندي الجوله ديت هيكون عباره عن هالاند وواتكنز وهافرتز. اما النصيحه الخامسه اللي عندنا بعد كده عزيزي المشاهد طبعا هي متعلقه بريتش ايزي. الراجل طبعا غالبا بنسبه كبيره سعره هيقل كمان الفتره اللي جايه، وطبعا كنا معولين على ان الماتش بتاع ايفرتون ده ممكن يعمل فيه حاجه، ولكن مع عوده طبعا الغيابات والاصابات على مستوى خط الدفاع وخصوصا براث ويت اللي اعلن طبعا شون دايش ان الراجل راح طبعا لعب 90 دقيقه مع الفرقه بتاعت الشباب بتاعت ايفرتون، فواضح كده ان الراجل ده بقى جاهز انه يرجع اساسي تاني في منظومه شون دايش مع فرقه ايفرتون. وطبعا هو لو جه حضرتك ولعب اساسي مع ايفرتون فمساله الدفاع المتخربه اللي كان اي حد بينزل قدامه ويسجل الموضوع دلوقتي هيبقى صعب، وانا ما فيهاش حيل عزيزي المشاهد، هي مراره واحده اللي عندي، ما عنديش حمل ان انا اشوف ايزي بينزل جوله ثانيه ما يعملش فيها حاجه. بيع وريح دماغك، ما عندك مثلا واحد زي سيمينيو هيلعب ماتش سهل جدا قدام فرقه بورموث. اما النصيحه اللي عندنا بعد كده عزيزي المشاهد نصيحه يعني لوجه الله وتعلم باللي انا بقع فيه، ان انت ما تعملش سوالب خصوصا في الجولات اللي هيتفعل فيها بشكل كبير وايلد كارد. ان انت حضرتك عزيزي المشاهد لو عملت سوالب كتير بسم الله الرحمن الرحيم كده اول ما الجوله تفتح هتلاقي واخد سهم احمر كبير قد كده. الجولات بالذات اللي بيتفعل فيها وايلد كارد بشكل كبير حاول على قد ما تقدر ما تعملش سوالب كتير. اما النصيحه اللي عندي بعد كده عزيزي المشاهد، الناس طبعا اللي معاها دبل دفاع من فرقه ليفربول، هل تفضل مكمله على نفس النمط ويبقى معاها 2 مدافعين من فرقه ليفربول ولا خلاص الحفله خلصت وما عادش مستاهله؟ طبعا بقى خليني اقول لك عزيزي المشاهد، لو انت مثلا واحد من الناس معاك ترينت الكسندر ارنولد مثلا معاك روبنسون، لا حول روبنسون ده وديه مثلا اعمله جابرييل او اعمله صليب على حسب الفلوس اللي معاك. لان الماتشات اللي جايه الفتره اللي جايه قدام فرقه ليفربول مش اسهل حاجه، والفرقه
اللي هيلعبوها بيتميزوا هجوميا جدا وبيعرفوا يسجلوا عادي، يعني ارن سلوت يعني المنظومه الدفاعيه مش عظيمه، يعني اللعيبه كده حصل لها دربكه في الماتش بتاع الكاس قدام ويست هام جابوا جول في نفسهم. فكره دبل الدفاع من فرقه ليفربول خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لك. عرفت تظبط تشكيلتك وتسيب ترنت معاك خير وبركه، ما عرفتش هتكون وخلاص يبقى كفر ليه. اما النصيحه اللي عندنا بعد كده يا عزيزي المشاهد طبعا هي متعلقه بجواو بيدرو، الراجل طبعا اللي تم تاكيد اصابته من جانب مدرب فريق برايتون، واللي بشكل كبير وبنسبه كبيره هيغيب عن الجوله دي. نعمل ايه في الراجل ده اللعنه اللي صابته ومحدش عارف يستفاد منه غير بنقطه واحده؟ بيع يا باشا، بيع يا باشا وريح دماغك، خلاص الموضوع انتهى. اصلا فرقه برايتون الفتره اللي جايه ماتشاتها اللي جايه مش اسهل حاجه، وانا شايف من وجهه نظري ان افضل بديل لجواو بيدرو هيكون كالفرت لوين. الراجل عنده رن ماتشات كويسه، شون دايش بدا يغير من جلده شويه وبدا يعتمد على المنظومه الهجوميه او على الاندفاع الهجومي اكتر، وارقامه الهجوميه بدات تتحسن، ونقدر نقول كالفرت لوين ضامن مكانه كاساسي، ما حدش بيهدده بشكل كبير انه ياخد مكانه او يكون فيه روتيشن. انت لو بتكلمني عن ارخص مهاجم اقدر اجيبه مكان جواو بيدرو هيكون كالفرت لوين، يجي بعديه لو معاك فلوسه كريس وول، غير كده ما تفكرش في اي مهاجمين رخاص. اما النصيحه اللي عندنا بعد كده متعلقه يا عزيزي المشاهد بحراس المرمى، وطبعا بعد اصابه ديفيد رايا اللي ممكن كان في ناس كتيره تفكر انها تخلي معاها ديفيد رايا او تجيب معاها في التشكيله بتاعت الوايلد كارد بتاعها ديفيد رايا وتسيبه لغايه نهايه الموسم. الراجل طبعا بعد عدم التاكيد اذا كان هيبقى جاهز ولا لا من جانب ارتيتا في المؤتمر الصحفي، طبعا ده يخلينا ان احنا نفكر نجيب حد تاني معانا في حراسه المرمى. وطبعا اظن طالما مش هجيب رايا ب 5.5 مليون فاكيد هنزل واجيب حد ب4 وشويه، يا اما هنزل لسانشيز ب4.7 من 10، هروح لحارس ب4.5. رحت لسانشيز خير وبركه مفيش مشكله، بس برضه ماتشاتهم الفتره اللي جايه رخمه جدا وصعب يطلعوا كلين شيت. خلاص اللي حصل حصل، واللي خد نقطه خده خلاص والموضوع انتهى. ركز بقى في اللي جاي، انسى سانشيز خلاص. طبعا في فئه ال4.5 مليون ناس كتيره محتاره في حراس المرمى تجيب مين، في كلام مثلا على فليكن، في طبعا كلام على فيربروخن، ولكن الحقيقه عزيزي المشاهد افضل 2 حراس مرمى ارخص من ديفيد رايا انا شايفهم من وجهه نظري، يا اما تروح تجيب معاك بيكفورد او ان انت تروح تجيب مثلا واحد زي كيبا على مدار الجولتين اللي جايين، بس ماتشين سهلين كويسين على ارضه ووسط جماهيره، وراجل يعني حارس الى حد ما محترم مش هربي يعني. اما تاخد ريسكاو وديفرنشاليه على مستوى حراسه المرمى في واحد زي كيبا انا شايفها اختيار كويس مش وحش. بيكفورد اغلى سيكا، وطبعا ماتشاتهم الفتره اللي جايه رنها ماتش حلو طبعا وماتشات كويسه، وما اعتقدش ان طبعا مع عوده طبعا بريس ويت والاصابات والغيابات اللي كانت موجوده على مستوى الدفاع هنلاقي ايفرتون بالسوء الدفاعي اللي كانت عليه الفتره اللي فاتت. عشان كده عزيزي المشاهد لو عايز تجيب حد في حراسه المرمى غير ديفيد رايا ارخص منه، يا اما تروح لواحد زي كيبا على جولتين كده تاخد الكلين شيت من وراه، او ان انت تفكر مثلا في واحد زي بيكفورد على المدى الطويل اللي عادي تقدر تجيبه معاك لغايه ما ينزل لك الوايلد كارد التاني. اما النصيحه الاخيره عندنا عزيزي المشاهد هي متعلقه بدفاع مانشستر سيتي. في ناس كتيره محتاره تجيب معاها مين من دفاع فرقه مانشستر سيتي. طبعا في مثال كويس ورخيص زي ريكو لويس، ناس كتيره بتفكر تاخده ريسكايه معاها، وفي ناس طبعا بتفكر في جفارديول ان هو يبقى ممكن معاك من دفاع مانشستر سيتي، وراجل هجوميا وعلى مستوى المساهمات الهجوميه والزياده الهجوميه مرعب جدا. وبصراحه عزيزي المشاهد بعد ما جوارديولا اتسال في المؤتمر الصحفي عن فكره الاستعانه بريكو لويس انه يلعب جنب كوفازيتش علشان يغطي غياب رودري، كان الرد واضح وصريح وصادم من جانب جوارديولا. الراجل قال ليه ريكو لويس؟ ما عندي ممكن جندوجان يلعب الدور ده، عندي ستونز ممكن يلعب الدور ده. فطبعا بقى كده عزيزي المشاهد واضح كده ان اختيار واحد زي ريكو لويس لسه برضه في خطر الروتيشن، وانت ما انتش ناقص، خصوصا ان مثلا ريكو لويس ده ممكن يكون هو المدافع الثالث الوحيد اللي بيلعب عندك في التشكيله بتاعتك، وعندك 2 مدافعين ب4 مليون، فانت ما انتش ناقص خوازيق عزيزي المشاهد. يا تاخد جفارديول من دفاع مانشستر سيتي، يا تبعد عن مانشستر سيتي كلها وتغني له، وعادي ممكن تروح مثلا لواحد زي كونسا مفيش مشكله. وبكده فقره النصائح بتاعتنا تكون خلصت. طبعا نشوف فقره عندنا بتاعتنا وهي فقره توقعات المباريات بتاعت الجوله السادسه، ونتوقع مع بعض ونشوف كده مين هيخسر مين هيكسب وايه ابرز الاحداث اللي ممكن تحصل في الجوله دي. والمباراه الاولى عندنا هتجمع ما بين فرقه نيوكاسل ومانشستر سيتي، دلوقتي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه نيوكاسل في السان جيمس بارك. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عايزين المشاهد كبير، وطبعا بيروح لصالح فرقه مانشستر سيتي، واغلب اللقاءات اللي بتجمع ما بين الفرقتين ما بيكونش فيها اي كلين شيت. طبعا بقى عايزين المشاهد دايما اغلب المواجهات اللي كانت بتجمع ما بين الفرقتين دايما كانت تتميز بالنديه والاثاره، ولكن المشكله الموسم ده عايزين المشاهد ان ايدي هاو مع فرقه نيوكاسل بيواجه مشاكل كتيره جدا، مش بس مشاكل على مستوى التشكيله ومستوى الاختيارات والعناصر اللي بيختارها معاه في التشكيله بتاعته، لا في مشاكل كمان ما بين ايدي هاو وما بين الاداره، في مشاكل عند ايدي هاو ما بين اللعيبه وما بين بعضها، وخصوصا وابرزهم جوردن، خصوصا ان الراجل بيتكلم دلوقتي على مساله تجديد عقده والنادي اذا كان هيجدد له ولا لا. طبعا نيوكاسل داخل الجوله ديت وما زال بيعاني، طالما لسه دان بيرن بيلعب على مستوى القلب الدفاعي يبقى دفاعيا هيكونوا زي الزفت. لو حصل وانا اشك وعارف ان ايدي هاو كذاب، ايزاك ما لعبش علشان الاصابه بتاعته، ايدي هاو هيكون في مشكله حرفيا. لكن حتى لو كده عزيزي المشاهد على الناحيه الثانيه مانشستر سيتي طبعا بإيرلينج هالاند موجود عندهم في الهجوم اللي بفورمه مرعبه جدا،
جدا. الموضوع هيكون صعب جدا على نيوكاسل، وطبعا اكيد غالبا بنسبه كبيره، وهنعرف برضو من التسريبات غالبا بنسبه كبيره فودن هنلاقيه بيرجع للتشكيله الاساسيه. سيبك من كده، حتى سافيو اللي طبعا جوارديولا رايح جايبه، الراجل ده بيلعب في الجنب اللي فيه نقطه ضعف كبيره جدا على فرقه نيوكاسل، والراجل ده حرفيا هيبهدله. ده كان بهدل ارسنال وعمل الاسيست الاولاني لهالاند بتاع الجول الاولاني بتاعها، فما بالك دلوقتي لما يروح يقابل فيها واحد زي لويس هال اللي معروف دفاعيا ما هوش عظيم، ولا ليفرمنتو ولا اي حد. لا فعلا نيوكاسل ممكن حرفيا نشوفها بتعاني الجوله دي. وانا مش هحرق كتير في المباراه دي عزيزي المشاهد، لاني مش هتفاجئ لو شفت مانشستر سيتي بتكسب المباراه دي على اقل تقدير، على اقل تقدير بنتيجه 2-1. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين ليستر سيتي وفرقه ارسنال. المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه ارسنال في ملعب الامارات. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد كبير الى حد ما، وطبعا بيميل لصالح فرقه ارسنال، واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد بيعرف يطلع فيها ارسنال كلين شيت. ليستر سيتي عزيزي المشاهد الجوله دي على صفيح ساخن، خصوصا بعد الانباء والاخبار اللي بتتكلم عن قرب اقاله ستيف كوبر، الراجل اللي اصلا بيقول لك لعيبه ليستر سيتي مش مبسوطه منه، وشايفين ان الطريقه والتكتيك اللي بيلعب بيه اللعيبه مش مقتنعه بيه. طبعا بعد كبر سن فاردي الراجل برده ما عادش زي الاول، وليستر سيتي حرفيا عندها مشاكل دفاعيه كبيره. وطبعا بقى رايحين يقابلوا الجوله ديت فرقه ارسنال على ارضها وسط جماهيرها في ملعب الامارات، وخصوصا وهي تلعب الجوله ديت وهي حاسه بالظلم وبالقهر لما اتظلمت في الماتش بتاعهم قدام السيتي. فمش بعيده تلاقي فرقه زي فرقه ارسنال دي تنزل تفضي الكابتن اللي عندها كله في ليستر سيتي. يا عيني راحوا لعبوا فرقه غلبانه في الماتش بتاع الكاس بلعيبه كان ارتيتا بيقول عندهم مدرسه الصبح، غلبوهم 5-1. بالك اما يلعب بالتشكيله وبالعناصر الاساسيه قدام ليستر سيتي بظروفها دي. عشان كده يا عزيزي المشاهد مش هتفاجئ ان انا اشوف ارسنال بتكسب المباراه ديت بسكور وتطلع فيها كلين شيت، واعتقد الماتش ده ممكن يكون ميته مثلا 4-0 5-0 في الحدود دي. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه برينفورد وفرقه ويست هام. المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه برينفورد. تاريخ المواجهات بيجمع بين الفرقتين عزيزي المشاهد مش كبير، ولكن يميل باكتساح لصالح فرقه برينفورد. وخليني اقول لك عزيزي المشاهد ويست هام عمرها ابدا ما عرفت تكسب فرقه برينفورد على ارضها وسط جماهيرها، ان اخر فوز لفرقه ويست هام كان الموسم اللي فات ايام الله يمسيه بالخير ديفيد مويس. لكن طبعا زي ما كلنا شايفين ويست هام الموسم ده مع اللي خاربها لوباتيجي، ويست هام حرفيا بقت فرقه عر، سواء كانت على المستوى الدفاعي وحتى على المستوى الهجومي. مش كده بقى عزيزي المشاهد، دايما مواجهات الفرقتين دايما بيكون نتائج الماتشات فيها كبير، بيتم فيها تسجيل اهداف كتير. طبعا بقى ويست هام لسه واكله على وشها في الكاس قدام ليفربول وخسرانه بالخمسه، فمش هتفاجئ ان هي تنزل تاكل برضه على وشها الجوله دي من فرق برينفورد. صحيح فرق برينفورد بتعاني بعد غياب مهاجمها ويزا، بس لا مش مع ويست هام، ده حتى هتشوف البدع، خصوصا بعد ما بدا يكون كارفاليو اساسي في التشكيله بتاعت توماس فرانك. الراجل طبعا من ايام ما كان بيلعب في ليفربول الراجل كان مميز جدا. عشان كده عزيزي المشاهد مش هتفاجئ ان انا اشوف فرق برينفورد بتكسب بسكور في المباراه ديت، واعتقد المباراه دي ممكن مثلا تنتهي لصالح فرق برينفورد مثلا 3-1 4-1 في الحدود دي. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه تشيلسي وفرقه برايتون. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد مش كبير، ولكن طبعا بيميل لصالح فرقه تشيلسي، واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين دايما بتكون مواجهات قويه ومواجهات صعبه وما بيكونش فيها اي كلين شيت. خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان دايما تشيلسي دايما لما كانت بتواجه فرقه برايتون دايما كانت بتعاني قدام، ولكن نقدر نقول تشيلسي من الموسم اللي فات مع طيب الذكر بوتيتشينو قدرت اخيرا ان هي تعرف تتغلب على فرقه برايتون. برايتون دلوقتي بقى بيمسكها مدرب شاب بافكار وطريقه جديده، ولكن برضه برايتون بتعاني من غيابات واصابات كتير. طبعا مش هننسى ابرزهم على راس القايمه ديت المهاجم البرازيلي الفذ اللي كلنا لبسنا فيه هو جواو بيدرو. وعلى الناحيه الثانيه بقى تشيلسي مع انزو ماريسكا حرفيا اتحولت تماما، بقت فرقه مرعبه هجوميا وواقفه على حيلها دفاعيا. صحيح دفاعيا لسه ما بقتش اعظم حاجه، ولكن ارقامها دايما بتتحسن. مواجهه اكيد هتكون صعبه ومش سهله، خصوصا ان الفرقتين في مراكز متقربه جدا في جدول الترتيب، وان فوز واحد فيهم على الثاني معناه انه صعود على قفا الثاني. صحيح ممكن تكون فرقه برايتون عندها بعض المشاكل الدفاعيه، لكن لما تروح تلعب في ملعب صغير نسبيا الى حد ما زي الملعب بتاع ستانفورد بريدج بتاع ملعب تشيلسي، فغالبا المشاكل والثغرات الدفاعيه اللي موجوده في فرقه برايتون ممكن تتدارى شويه. ولكن بغض النظر عن اللي انا قلته لك ده كله، اكيد في الاخر هنشوف فرقه تشيلسي بتكسب المباراه دي، واعتقد المباراه ديت ميتها تخلص صالح فرقه تشيلسي بنتيجه 3-1. المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه ايفرتون في كريستال بالاس، وبعد بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه ايفرتون في الجودسون بارك. تاريخ المواجهات عزيزي المشاهد كبير طبعا ما بين الفرقتين، وبيميل باكتساح لصالح فرقه ايفرتون. كده وبس عزيزي المشاهد، خليني اقول لك ان في اخر 3 سنين المواجهات اللي جمعت ما بين الفرقتين فرقه كريستال بالاس عمرها ما عرفت تكسب فرقه ايفرتون ابدا، لا على ارضها ولا بره ارضها. قلنا حرفيا دايما المواجهات اللي كانت بتجمع ما بين الفرقتين كريستال بالاس كانت بتعاني قدام فرقه ايفرتون، حتى مع ايام جلاسمان لما كانوا بيلعبوا قدامهم الموسم اللي فات. كريستال بالاس عزيزي المشاهد حرفيا الموسم ده بتعاني، خصوصا بعد رحيل اوليسيه، وتحط عليهم فوقيهم كمان رحيل اندرسون على مستوى الدفاع، ولسه على ما اللعيبه الجديده تنضم في التشكيله وتحصل تناغم ما بينها وما بين اللعيبه اللي موجوده، واحد مثلا زي اسماعيل يسار او واحد زي نيكيتيا. لا انا ممكن اشوف فرقه كريستال بالاس لسه بتعاني. صحيح فرقه ايفرتون لغايه دلوقتي في الخمس جولات اللي لعبتها لغايه دلوقتي ما طلعتش فيهم غير بنقطه واحده. طبعا مش عايزين نتكلم عن مدى الكوارث اللي كانت بتحصل في صفوف دفاع فرقه ايفرتون، لكن دلوقتي بقى عوده المصابين، واحد زي مايكولينكو وواحد زي براسوي، لا ممكن اشوف فرقه ايفرتون واقفه الجوله دي على حيلها. طبعا ما فيش احسن من كده، فرصه كويسه جدا جايه على ارض وسط جماهيرها ان فرقه زي ديت
وشون دايش يكتسبوا الثقه في نفسهم تاني على ارضهم وسط جماهيرهم، خصوصا لسه زي ما بقول لك فرقه زي كريستال بالاس لغايه دلوقتي لسه بتعاني. وطبعا لو شون دايش كمل فكره الاعتماد الهجومي طبعا انه يهاجم اكتر ما بيعتمد على فكره الدفاع، مش هتفاجئ ان انا اشوف ايفرتون بتكسب المباراه دي. اعتقد ان المباراه دي ميتها تنتهي مثلا بنتيجه 2-1 لصالح فرقه ايفرتون، يكون اخيرا الفوز الاولاني لايفرتون الموسم ده وشون دايش لصالح جماهير. اما المباراه اللي عندنا بعد كده المباراه القويه اللي هتجمع ما بين فرقه فولهام وفرقه نوتنجهام فورست. المباراه دي عزيزي المشاهد هتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه نوتنجهام. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد مش كبير، ولكنه طبعا بيميل لصالح فرقه فولهام. طبعا خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان فرقه نوتنجهام ما كانتش بتعرف تكسب فرقه فولهام ابدا، لا على ارضها ولا بره ارضها، ولكن الكلام ده كان زمان لغايه اما جه نونو سانتوس، الراجل اللي الموسم اللي فات قدر يتغلب على ماركو سيلفا ويغلبه وهو بيلعب على ارضه وسط جماهير. طبعا اكيد عزيزي المشاهد لا يخفى على حد طبعا المستوى الدفاعي المميز اللي بيقدمه نونو سانتوس مع فرقه نوتنجهام، والحق يقال مش مستوى دفاعي بس، كمان مستوى هجومي. عندك فرقه زي فرقه نوتنجهام مع نونو سانتوس قدروا يتغلبوا على ليفربول في الانفيلد ويكسبوهم ويطلعوا كلين شيت قصادهم. صحيح مستوى فرقه فولهام اتغير كتير الموسم ده بعد استخدام سميث رو او واحد زي نيلسون تحت قياده ماركو سيلفا، لكن ما تنساش عزيزي المشاهد ان فرقه فولهام عندها مشكله كبيره في عقم التهديفي مع المهاجم بتاعها. اراولا يعرف يسجل في الجولتين اللي فاتوا، لكن لما يجي قدام دفاع صلب زي دفاع فرقه نوتنجهام هشوفه بيعاني. وقعد له على الدكه مونيز، الراجل مش محظوظ لغايه دلوقتي. صحيح فرقه فولهام اتحسنت كتير دفاعيا بعد استخدام اندرسون طبعا مدافع كريستال بالاس، ولكن ده ما يمنعش ان انا اشوف فرقه نوتنجهام بتكسب المباراه دي. واعتقد المباراه دي على اقل تقدير ميتها تخلص بنتيجه 2-1 لصالح فرقه نوتنجهام. اما المباراه اللي عندنا بعد كده عزيزي المشاهد المباراه اللي هيكون فيها خوازيق كتير لناس كتير، هي المباراه اللي هتجمع ما بين فرقه ليفربول وفرقه وولفرهامبتون. وطبعا المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه وولفرهامبتون. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد كبير طبعا الى حد ما، ولكن طبعا بيميل لصالح فرقه ليفربول. واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد ما بيكونش فيها كلين شيت. طبعا خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان دايما المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين دايما بتكون مواجهات صعبه ومش سهله ابدا. وخليني اقول لك برضو ان دايما فرقه ليفربول لما بتروح تلاعب فرقه وولفرهامبتون على ارضها وسط جماهيرها يعني نقدر نقول ما بتكونش ماتشاتها سهله قوي. خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان فرقه ليفربول في اخر 6 مواجهات جمعت ما بين الفرقتين نجحت مره واحده بس تكسب فرقه وولفرهامبتون على ارضها وسط جماهيرها، لكن طبعا كل الكلام ده هيتغير السنه دي عزيزي المشاهد، خصوصا كمان مع قدوم ارن سلوت. مش بس مع وجود ارن سلوت، لا ده كمان مع وجود المعاناه والاصابات والغيابات الكتيره في صفوف فرقه وولفرهامبتون. وولفرهامبتون عزيزي المشاهد لغايه دلوقتي بتقدم اداء سيء جدا. مش هتكلم على المستوى الهجومي ولكن هتكلم على مستوى الدفاع. يكفيك عزيزي المشاهد اللي كانت معتمده في الدفاع بتاعها على واحد زي اسمه موسكيرا، الراجل المدافع الرخيص اللي كان ب 4 مليون، الراجل اللي جاله رباط صليب طبعا بعد ما كيلمن راح على انصاف الفريق وراح فرقه ويست هام. وطبعا مع تراجع مستوى اداء حارس مرماهم خوسيسها فرقه وولفرهامبتون دفاعيا بقت مال طبعا بوجود ثلاثي ايه بقى سداسي الرعب اللي موجود في ليفربول. انت بتتكلم على صلاح ودياز وجاكبو وكيزا وجوتا وداروين نونيز، لا السته متالقين ومكسرين الدنيا لغايه دلوقتي بما فيهم داروين نونيز. اللي يزيد ويغطي كمان عزيزي المشاهد ان مدرب فرقه وولفرهامبتون جاري اونيل طلع قال لك ان في فيروس ضارب الفريق وفي لعيبه غابت عن التدريبات. بعض التسريبات بتتكلم على ان ايت نوري من ضمن الناس اللي غابت عن التدريبات. ده الراجل اللي بيلعب في الجبهه اللي بيلعب فيها محمد صلاح، الراجل اللي انا رحت بعته وجبت مكانه ساك. كده عزيزي المشاهد انا مش هتفاجئ ان انا اشوف فرقه ليفربول بتنزل تنفخ فرقه وولفرهامبتون، ولكن طبعا هي مشكلتنا الاساسيه مين اللي هيكون اساسي في تشكيله ليفربول، خصوصا ان الاقرع ارن سلوت الراجل ما شاء الله شغال في الروتيشن الله ينور. واعتقد بصراحه ان انا هشوف المباراه دي طبعا بتنتهي لصالح فرقه ليفربول، والماتش ده هيكون ميته ينتهي مثلا بنتيجه 3-0 4-0 في الحدود دي. اما المباراه اللي عندنا بعد كده المباراه اللي هتجمع ما بين استون فيلا وابسويتش تاون، بعد بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه ابسويتش تاون. تاريخ المواجهات اللي بيجمع بين الفرقتين عزيزي المشاهد مش كبير، ولكن طبعا بيميل باكتساح لصالح فرقه استون فيلا. واظن الموضوع ده مش محتاج كلام، مش محتاج ان احنا نقول فيه حاجه. اغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين عزيزي المشاهد ما بيكونش فيها كلين شيت. المشكله بقى والمفاجاه هنا عزيزي المشاهد ان دايما المواجهات اللي بتجمع ما بين الفرقتين دايما بتكون مواجهات صعبه ومتقفله. بقدر اقول لك ان ما بيكونش فيها اهداف كتير. مش بس كده، ده اللي بينجح انه يكسب في المباراه ده هي بيكسب بالعافيه. اخر 6 مواجهات جمعت ما بين الفرقتين صحيح استون فيلا نجح انه يكسب فيها، ولكن دايما كان بيكسب ابسويتش تاون بالعافيه. المشكله بقى ان احنا عارفين ابسويتش تاون لما بتلعب على ارضها وسط جماهيرها بتكون فريق مش سهل، تنجح فعلا ان هي تعرف تقفل دفاعيا وبتعرف تلعب على ارضها وسط جماهيرها. ابسويتش تاون عزيزي المشاهد من ساعه ما طلعت طبعا من الشامبيون شيب لغايه دلوقتي هي بتطلع من كل علقه للثانيه انقح من اللي قبلها. علشان تشوف كميه المعاناه اللي بتعاني منها ابسويتش تاون تلاقيها الجوله اللي فاتت قدام فرقه ساوثهامبتون اللي هي متعوده عليها وعارفاها تتعادل معاها بالعافيه. الناحيه الثانيه اوناي امري عايش احسن ايامه، عنده دوران مهاجم تنين بينزله يجيب جول، عنده واتكنز برضو الراجل بقى بيطلع النار من بقه دلوقتي وعمال يجيب اجوان، روجرز اخيرا بدا يشتغل وبدا يعمل اسيستات، ليون بيلي الراجل رجع له من الاصابه وبقى جاهز. عشان كده انا مش هحرق كتير في المباراه ديت،
ومش هتفاجئ ان انا اشوف فيها استون فيلا بتكسب المباراه دي، لكن اعتقد عزيزي المشاهد ان استون فيلا هتنجح تكسب المباراه دي ولكن هتكسبها بالعافيه. واعتقد ان الماتش زي دوت على اقل تقدير ينتهي بنتيجه 2-1 لصالح فريق استون فيلا. اما المباراه اللي بعد كده هي المباراه اللي هتجمع ما بين مانشستر يونايتد وفريق توتنهام، برضه بتتلعب على ارض ووسط جماهير فريق مانشستر يونايتد الاولد ترافورد. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفريقين عزيزي المشاهد كبير، وطبعا بيميل لصالح الشياطين الحمر مانشستر يونايتد. واغلب المواجهات اللي بتجمع ما بين الفريقين عزيزي المشاهد ما بيكونش فيها اي كلين شيت. خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان دايما رحله توتنهام لملاقاه مانشستر يونايتد على ارضها ووسط جماهير في الاولد ترافورد ما بتكونش مواجهه سهله. خليني اقول لك ان في تاريخ نادي توتنهام ده كله شاكب راكب كلهم على بعضهم، ما عرفوش يكسبوا مانشستر يونايتد في الاولد ترافورد غير 4 مرات بس في تاريخها كله. دايما المواجهات اللي بتجمع ما بين الفريقين عزيزي المشاهد دايما بتكون مواجهات صعبه ونديه، ودايما بتتميز بالقوه والاثاره، وخصوصا بعد قدوم انجي بوستوكوغلو اللي بيتميز بالاندفاع الهجومي. طبعا على الناحيه الثانيه احنا مانشستر يونايتد على الله حكايتها، احنا هجوميا فشله ولكن نقدر نقول دفاعيا اتحسنا شويه الموسم ده. كفايه ان احنا شفناهم في اليوروبا ليج بيتعادلوا قدام فرقه اسمها 20 يعني 10 مش عارف تكسب 20 تتعادل معاهم 1-1. بقى لما تقابل انجي بوستوكوغلو طبعا بسولانكي بماديسون بكولوزوفسكي بجونسون هنعمل ايه؟ فرقه توتنهام دايما كانت معرضه للحظ السيء وخصوصا على المستوى الهجومي. الموضوع ده كان واضح اكتر خصوصا بعد رحيل هاري كين، لكن بعد استخدام واحد زي سولانكي الراجل بدا يشتغل الفتره الاخيره وبقى على الاقل في كل مباراه بيطلع جايب فيها جول. الراجل ما شاء الله رجله واخده على مانشستر يعني وبيعرف يسجل فيها. لا مهمه مانشستر هتكون صعبه. طبعا اللي ممكن برضو يصعب مهمه مانشستر الجوله ديت مش بس ان مثلا مش عارفين نهاجم ومش عارفين نسجل اجوان ولا الكلام ده، او حتى دفاعيا يعني وعندنا حارس اسمه اونانا ومش متالقين برضو في الموضوع ده. بعد الاخبار والانباء الكتيره اللي بدات تطلع تتكلم على طبعا اقاله تين هاج، وخصوصا اللي كترت بعد اللقاء الصحفي اللي اتعمل مع سولشاير الراجل المدرب الاسبق لمانشستر يونايتد، واللي نقدر نقول في الفتره الاخيره او 6 سنين الاخيره اعظم المواسم اللي شفتها كانت لمانشستر يونايتد مع سولشاير. الراجل في اللقاء الصحفي ما استكفاش بس انه قال له لما اتسال ان هو ممكن يرجع يدرب مانشستر تاني وما عندوش مشكله وابدى الموافقه وابدى الاستعداد، وقال له طبعا دي ماي فاميلي اللي لو شاورت كده بصباع رجليها اجي لها على طول. لا ده كمان طلع انتقد موضوع رحيل كريستيانو رونالدو بالمنظر اللي حصل ده، وقال ان احنا لما اتكلمنا مع واحد زي كريستيانو رونالدو وجبناه ورجعناه لصفوف مانشستر يونايتد كنا متوقعين انه يسجل نفس عدد الاهداف اللي بيسجلها هالاند دلوقتي. انا مش هنتكلم في الموضوع ده كتير عشان مش عايزين نفتح في القديم واللي حصل، ولكن الحق يقال يعني كريستيانو رونالدو في سن ال 37 في الظروف اللي كانت بتعيشها مانشستر يونايتد قدر يجيب 18 جون مع الفرقه، ولكن التصريح دوت فيه انتقاد واضح وصريح لتين هاج. هل احنا دلوقتي على اعتاب اقاله تين هاج او انباء بتتوارد على ان يتم اقاله تين هاج ويجيبوا سولشاير مدرب للفريق في بقيه الموسم؟ ممكن، الله اعلم وكله ممكن، لكن الاكيد ان مانشستر مش بتعيش افضل احوالها اليومين دول، خصوصا بعد ما استنى منها الجوله اللي فاتت الريفنج من قدام كريستال بالاس بعد الفضيحه اللي تعرضوا لها الموسم اللي فات واتغلبوا بالاربعه، لكن الراجل ما عرفش يعمل كده وطلع منهم بالتعادل السلبي. ولولا الفضايح ودعاء الوالدين كنا هنطلع بفضيحه قدام ساوثهامبتون، لولا طبعا ضربه الجزاء اللي اتصد. للاسف مباراه هتكون قويه ومش سهله، وبعض الانباء والكلام اللي بيطلع والاخبار والحاجات اللي بتطلع دي كلها بدات اقلق انا كمان، لكن هحاول اكون متفائل كوجهه نظر مانشستراوي واقول ان المباراه دي على اقل تقدير تنتهي بنتيجه التعادل 2-2، ولكن ان جيت للحق انا حاسس ان يونايتد هياخد على قفاه ويخسر بنتيجه 2-0. اما المباراه اللي عندنا بعد كده هي المباراه الحلم، المباراه المنتظره اللي هتجمع ما بين فرقه ساوثهامبتون وفرقه بورموث، مباراه الفرص الضائعه عزيزي المشاهد، المباراه اللي فيها ان انت تقدر تجيب معاك لعيبه ديفرنشال من فرقه زي فرقه بورموث تعوضك عن كل الالام اللي فاتت وتتقدم بقى في الترتيب والمراكز. طبعا المباراه دي بتتلعب على ارض وسط جماهير فرقه بورموث. تاريخ المواجهات عزيزي المشاهد مش كبير، ولكن خد بقى المفاجاه المدويه دي في قصف جبهه كده في وشك، فرقه ساوثهامبتون بتعرف تلاعب فرقه بورموث. تاريخ المواجهات اللي بيجمع ما بين الفرقتين بيميل لصالح فرقه ساوثهامبتون. كده بس ده اوقات كتيره فرقه ساوثهامبتون بتنجح ان هي تكسب فرقه بورموث وتطلع قدامها كلين شيت كمان. قد يكون الوضع ده حقيقي وممكن يحصل بنسبه كبيره الجوله دي. تقولي ليه؟ هي مستوى ساوثهامبتون اتحسن؟ يا عزيزي المشاهد، لان اغلب المواجهات اللي بينجح فيها انه يتميز فيها فرقه ساوثهامبتون دايما بتكون على ملاعب ضيقه شويه. الملاعب الصغيره والملاعب الضيقه طبعا المشاكل الدفاعيه والثغرات الدفاعيه اللي موجوده في صفوف دفاع فرقه ساوثهامبتون بتكون قليله، والراجل تقريبا في معظم الماتشات كان بيلعب ب5 دفاع، يعني لو تكتل دفاعين في ملعب قد كده زي ملعب فرقه بورموث مش عارفين يسجلوا فيه. على الناحيه الثانيه فرقه بورموث بالرغم من رحيل سولانكي واستخدام مهاجم جديد زي ايفنيلسون مع تغيير طريقه اللعب واسلوب وتكتيك اللعب الموسم ده مع اراولا، ليه نقدر نقول بدا يحاول يعتمد فيه على الاندفاع الهجومي والهجوم بشكل كبير، لان مباراه زي ديت مباراه ساوثهامبتون هيفتقد فيها فعلا لوجود مهاجم زي سولانكي. طبعا انا عارف ان طبعا بكلامي عن المباراه ديت قلقنا كلنا وخصوصا الناس اللي رايحه تجيب معاها سيمينيو، ولكن دي الحقيقه عزيزي المشاهد اخر مواجهه جمعت ما بين الفريقين كانت السنه اللي فاتت عزيزي المشاهد، وفرقه بورموث كسبتهم بالعافيه 1-0. طب سيبك من كده، فرقه ساوثهامبتون بتعرف تكسب فرقه بورموث على ارضها ووسط جماهيرها، لكن فرقه بورموث ذات نفسها ما بتعرفش تكسب فرقه ساوثهامبتون وهي بتلعب في ارضها ووسط جماهيرها. متخيل
فارضها وسط جماهير ما تعرفش تكسب ساوثهامبتون. عشان كده يا عزيزي المشاهد المباراه اللي احنا شايفينها سهله وكيوت وممكن يكون فيها نقط حلوه وناس عايزه تروح تكابتن فيها السيمينيو، لا اقلع عزيزي المشاهد، بران ابعد عن المباراه ديت. المباراه دي غالبا هتكون مباراه فخ بالنسبه لنا، مش هتفاجئ ان انا اشوف المباراه مثلا دي بتنتهي بالتعادل ما بين الفرقتين 0-0 1-1، وممكن لو انتهت بالفوز تبقى لصالح مثلا فرقه ساوثهامبتون بنتيجه 1-0. طيب بكده فقره التوقعات بتاعتنا هتكون خلصت. طبعا نشوف الفقره اللي عندنا بعد كده وهي فقره الفايس كابتن، وخلينا اقول هي فقره الكابتن يا سيدي ما تزعلش. شوف مقدمه الناس طبعا المفروض نكابتنها الجوله ديت، وهي هتكون الاكثر كابتنه من هنا لغايه نهايه الموسم ولغايه اما يرحل عن الدوري الانجليزي كله، وهو الايرلينج هالاند. بالرغم من فكره غاندي واول مباراه في الجوله واللعنه والكلام ده كله، ولكن ده كله كلام هاكس بنضحك بيه مع بعض. لكن هالاند بفورمته المرعبه ديت بيلاعب فرقه نيوكاسل في ظروفها ديت، طبعا بالغيابات اللي موجوده في صفوف دفاعها ابرزها بوتمان وبيلعب معاها دان بيرن في مستوى قلب الدفاع. ده هالاند هيهدف. تقول لي بقى كيفن دي بروين هيغيب ولا مش عارف مين، هالاند هيسجل. ده كان في احصائيه طالعه بتتكلم على ان 77% من الاهداف اللي بتسجلها فرقه مانشستر سيتي دايما بيكون مساهم فيها هالاند. متخيل هالاند في 77% من الاهداف. ففكره تقول لي انا مش هكابتن هالاند ممكن ما يعملش حاجه، لا هيعمل. ولكن بقى هي الفكره هنا بقى عزيزي المشاهد في موضوع الكابتنه، هو مين هيعمل اكتر من مين. عشان كده يبرز بقى عندنا كذا اسم تاني مرشحين للكابتنه بقوه، ممكن يعملوا هم كمان ويمكن يعملوا اكتر من هالاند. ابرزهم طبعا والمفروض والمنطقي على راس هذه القائمه يكون النجم طبعا المصري محمد صلاح. راجل راح يقابل فرقه منتهيه بالفيروس اللي ضاربها بالجنب طبعا اللي بيلعب فيه، اللي متخربقين من ناحيته فرقه وولفرهامبتون. فمحمد صلاح فرصته للتهديف كبيره جدا الجوله دي. ففكره الكابتن واحد زي محمد صلاح الجوله ديت قصاد الايرلينج هالاند شايفه فكره حلوه مش وحشه. يطلع بقى حنين وكيوت ويباصي لزمايله ويساعد الفرقه علشان تسجل والكلام ده كله، الموضوع ده بره ايد. انت بيبقى محمد صلاح نازل الجوله ده ما انتش عارف هو هيعمل ايه، عايز يهدف ويجيب اجوان ويكسر ارقام قياسيه ولا عايز يساعد الفرقه ويساعد زمايله. مش كده وبس، هل هيكون واثق في نفسه وهو بيشوط الكوره وهيكون عنده القوه الكافيه وهو بيركن الكوره، ولا هيشوطها بالراحه ويتدلع ويمسكها خوسيسها؟ الريسكايه في النقطه دي عايزين المشاهد. في ناس تقول لي طب ما اروح كابتن لويس دياز، الراجل مكسر الدنيا الفتره اللي فاتت. معاك حق عايزين المشاهد، خصوصا الراجل ما لعبش ولا دقيقه في ماتش الكاس، فغالبا ممكن يكون اساسي في الماتش دوت ويلعب 90 دقيقه. بس الجنب اللي بيلعب فيه لويس دياز مش نقطه الضعف القويه اللي موجوده عند وولفرهامبتون. انا لو في حد بفكر ان انا كابتنه من فرقه ليفربول في ماتشهم قدام وولفرهامبتون، يا هروح لمحمد صلاح يا هروح لجوت. ايوه جوت، الناس اللي كلها راحت بعته الجوله اللي فاتت اساسا ان الراجل خلاص خطر روتيشن طال. الراجل لعب تقريبا حوالي 59 دقيقه وجاب جونين في ماتش الكاس، ومعرض برضه انه يلعب الجوله دي اساسي، خصوصا طبعا بعد ما داروين نونيز لعب 90 دقيقه. طبعا قرعه ارني سلوت احنا مش عارفين هيكون فيها ايه، ولكن منطقي ان احنا نشوف جوتا هو اللي موجود في مركز المهاجم. برضه من الاسماء القويه اللي ممكن تفكر في كابتنتها بعد هالاند ومحمد صلاح هو ساك. الراجل طبعا اللي بيلاعب ليستر سيتي، اللي بيلعب في الجنب اللي فيه نقطه ضعف واضحه جدا موجوده عند ليستر سيتي. ليستر سيتي بتعاني طبعا من الضربات الثابته، وحاج ساكا هو طبعا اللي بيشوطها كلها. اختيارك لواحد زي ساكا للكابتنه الجوله دي اختيار برضو ممتاز جدا. يجي بعدهم بقى في الاخر كابتنه مثلا واحد زي واتكنز، مهما يكون ماتشه صعب ماتشه قوي مش عارف ايه، ولكن المنظومه اللي بيلعب فيها مع اوناي امري وراجل متالق خصوصا في وجود دوران، لا تسمح ان انا اشوف واتكنز برضو بيسجل الجوله ديت وممكن تكابتنه. زي ما قلت لك كل الناس اللي احنا هنتكلم عنها مرشحين بقوه للكابتنه كلهم هيعملوا، بس السؤال مين هيعمل اكتر من مين. ولو بتفكر في كابتنه ديفرنشال عزيزي المشاهد تفرق في الترتيب والرانك بتاعك، بس عايزه كده قلب جامد قلب حديد، تكون واخد كده حبوب الضغط وحبوب الجلطات، مفيش غير اسمين اتنين ممكن تفكر فيه. ممكن تفكر في كابتنه واحد زي هافر او تفكر في كابتنه واحد زي جاكسون، ولكن اعتقد ان ابرز كابتن ديفرنشال ممكن تفكر فيه الجوله ديت هو كاي هافر. يعني اللي يفكر في كابتنها زي ديت واحد يكون محذوف بعيد زي حالاتي ب 4 مليون 5 مليون 6 مليون بعيد، راجل ليه ريكورد تهديفي حلو جدا على ارضه وسط جماهير. وبس كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتك، ومعلش بعتذر لو الحلقه دي نزلت متاخر شويه، ولكن طبعا في ناس كتيره بتقول لي انت بتنزل الحلقه دي متاخر، ولكن انا بقى مضطر ان انا لازم اشوف كده المؤتمرات الصحفيه مين هيغيب مين هيكون جاهز مين هيلعب مين مش هيلعب، لان طبعا كل الاخبار وكل الحاجات ديت اكيد بتفرق في قراراتنا وتوقعاتنا اللي احنا بنتوقعها. وفوق كل ده وده طبعا الماتش ده بتاع الاهلي طبعا في السوبر قدام الزمالك هيكون بيتلعب تقريبا في حدود الساعه 9 تقريبا في الحدود ديت، فغالبا طبعا الحلقه هنشوفها بتنزل متاخر لان مش هعرف انزل الحلقه اثناء المباراه دي ما هي شغاله. طبعا اتمنى كل التوفيق لصالح النادي الاهلي واشوفه بيكسب، واتمنى لكم انتوا كمان الخير والتوفيق والحظ السعيد ان شاء الله في الجوله دي، وتكون جوله سعيده ونشوف فيها نقط كتير، واتمنى الخير والسعاده والتوفيق لكل الناس، وارجوكم دايما خليكم معايا.